السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هاد لا فيديو درتو على قبلك انتي اللي كتقلقي بالزربه، انتي اللي كديري من حبه لقبه، انتي اللي كديري فيلم غير مع راسك وكتبقاي تحلي في الامور. علاش وقع بحال هكا؟ علاش قالوا لي بحال هكا؟ علاش داروا بحال هكذا؟ وكتبكي وكديري الحيحه وما كتخلي ما ديري في راسك. فهاد لا فيديو ليك، كملي حتى الاخر، غادي نتبدلوا فيك بزاف د الحوايج من خلال 3 النقاط اللي غادي نطرق ليهم دابا. وسمعيهم مزيان ودخليهم لراسك مزيان وديري بهم وغادي تشوفي النتيجه بعينيك. اول نقطه غادي نبداو بها هي غتدخليها لراسك هاد الفكره مزيان، وفين ما تقلقي على قبل شي حد قوليها لراسك مره على مره، راسك غادي يسمع لك وغادي يبقى يدير بداكشي اللي كتقولي ليه. الوغ هذه هي الحاجه اللي غنبغيك تاكديها على راسك مره وجوج وثلاثه حتى غتخلصي من هادشي اللي فيه انت دابا. ملي غتقلقي وغتعصبي غتسولي راسك، واش هاد الشخص يستاهل بعدا مني هاد ردة الفعل؟ واش هاد الشخص يستاهل انني نضيع نهاري على قبله؟ واش كلمه قالها اش طرا؟ اش نقص مني واش زادني؟ قال خيبه، قال ما مزياناش، قال زوينه، واش تحيدت ليا ايد، تحيدت ليا رجيل، اش وقع ليا؟ ما يهمنيش كلام الناس، ما يهمني حتى شي واحد. اللي كيهمني هو راحتي وراسي. ما كاينلاش نبكي على قبل شي واحد، ما كاينلاش نبقى نفكر في شي واحد اكثر من اللازم، وما كاينلاش نبقى نعصب في راسي على قبل شي واحد. تعصب على راسي من راسي الا انا فشلت في شي حاجه، الا انا درت شي حاجه في راسي خايبه، انا نتعصب ونبكي. اما على قبل الاخر علاش؟ حتى شي حد ما كيستاهل انك تحزني على قبله وليو التجاعيد في وجهك وتولي حالتك حاله وشعرك تمشطي مره في السيمانه وحوايجك تبدليهم مره في العام. علاش؟ حيت واحد الشخص دار فيه واحد الحاجه خايبه ولا قال لي شي حاجه خايبه. هذاك الشخص عمرو قال فيك شي حاجه خايبه، عمرو دار فيك شي حاجه خايبه. هذاك الشخص علمك درس في هذه الحياه، الوغ استافدي منه وما تاخديش بنيه خايبه وما تاخديش بنيه اللي تادي بها راسك. لما خديه درس تعلمي منه وما تعاوديش تطيحي في نفس الموقف مره اخرى. حيت حتى شي حد في الدنيا ما كيستاهل انك تخسري طاقتك على قبله وتمرضي راسك على قبله وما تنعسيش على قبله وتبقى يطلع فيك وتنزل فيك ديك النفيسه. هنا تبقى واحله عليك بين الحلق ديالك. حتى شي واحد ما كيستاهل. الكلام ديالو ماشي قران منزل، ماشي كلام صحيح نهائيا، كلام فارغ خرجوا نتيجه على العقد اللي عنده. ما كيعنيكش انتي باش تبقاي تلومي في راسك عليه وتوليو فيك بزاف الامراض. راه ما نساوش بان اعظم الامراض اللي هي خطيره، اللي من بينهم السرطان، اللي من بينهم السكر، اللي من بينهم الطونسيون، اللي من بينهم الشلل الى اخره، سببهم غير التفكير الزايد، سببهم غير الاعصاب، سببهم غير داكشي اللي كنبقاو نرجعو في النفس ديالنا وفي الداخل ديالنا. انا صحه ديالي والجسد ديالي عطاه ليا سيدي ربي نعمه، خصني نحافظ عليه، خاصني نحميه، خاصني نكون ليه انا هي السند وانا هي القوه وانا هي كل شيء. انا نكون اول داعمه لنفسي، ما نخلي حتى شي واحد يدخل النفس ديالي ويأثر على الجسد ديالي ويأثر على الصحه ديالي ويأثر على السلام الداخلي. نحافظ على السلام الداخلي ديالي. ثاني نقطة غادي نتطرق ليها، فهمي راسك انك انت ديما كتقلبي على مصلحتك، مصلحة السلام الداخلي ديالك. يوقع اللي وقع، انا ما نبقاش نتكال من الداخل ونعاقب في راسي على قبل شي حد. نوضح الامور مع داك الشخص اللي اذاني، اللي قلقني، نهضر معاه، ندافع على حقي، من سكوت نحمي راسي، ولكن ما نحكمش على راسي بواحد القوقعة وندخل فيها ونبقى نتحاسب مع راسي. نتحاسب مع داك الشخص اللي قلقني ومن بعد افونسي في حياتي لقدام وما نخليش ياثر عليا نهائي. ديما خودي الامور بديك الفكره، ماشي انت اللي خصك تقلقي، اخر اللي خصو يتقلق، ماشي انت اللي خصك تمرضي، اخر اللي مرض. كيف كيقول واحد المثال الشعبي ديالنا، تبكي امو وما تبكيش امي. فهمتي؟ الوغ نحمي راسي ونقوي راسي. الدقه اللي تجيني من الاخر نشدها ونضربو بجوج دقات، ما نخليش الدقه تدخل لقلبي وتكمد وتشرفني قبل الوقت. وداك الشخص اصلا اللي غادي يعذبني في حياتي وما يخلينيش مرتاحه في حياتي، ما عندي من ندير به، نحطو سطل بلا تقرقيب، نزعزع فيك حتى شي حاجه. اي حاجه قال لك سي غيان، نعتبره انا كاع حماق. المهم انا هو نبقى مرتاحه. ثالث نقطه، وهاد النقطه زوينه بزاف وكتعجبني انا بزاف شخصيا، الا كان شي شخص في حياتي وفيه غير الكلام الجارح وفيه غير النقير، ما كيقول حتى شي كلمه مفيده، غير كيجرح الاخر وكيجرحني، كنجلس معاه كنهضر معاه. الا كان داك الشخص قريب مني بزاف وما غاديش نقدر انني نبعد عليه، عاد كنجلس وكنهضر معاه بهدوء، فلان هادشي اللي درتي معايا ولا هادشي اللي قلتي ليا ما عجبنيش، الوغ المره الجايه ما تعاودوش معايا، اوكي؟ سالهنا مزيان. الا فهم داكشي اللي ما بغيت، والا ما فهمش كنتقبلو كيف ما هو، كنقول مسكين هادشي اللي عطاه الله، كنحطو سطل بلا تقرقيب، اصلا كلامه ما غيزيدني بوالو ما غينقص مني بوالو ونعمرش راسي به. ولكن الا كانت البوسيبيليتي ان داك الشخص ما يبقاش في حياتي، راه كندفع دفعه وحده وكنسد الباب وراه. ما عندي من ندير شي واحد غادي يمرضني، ما عندي من ندير شي واحد غادي ياثر على السلام الداخلي ديالي.
باش كنوصل لهاد النقطه اللي نحافظ فيها على السلام الداخلي ديالي. كنهضر مع راسي، كنجلس ونقول لراسي انا الاولى، انا كنحميك راسي، انا كنعاونك راسي، انا ما غنخلي حتى شي شخص في الدنيا يأذيك، لا بالكلام لا بالافعال. داكشي كامل اللي غادي يوقع فهو غادي يوقع خارجي، ما غيدخلش لقلبي، ما غيدخلش الافكار ديالي، ما غيدخلش المشاعر ديالي. كيفهم راسي هاد النقطه، كنبدا نتعامل مع كل موقف بحسب ديالو. كان موقف يستاهل مني جهد كنعطيه جهد، ولكن هاد الجهد خارجي كنخليهش يدخل لقلبي. فين ما كنسالي داك الموقف وكنزيد في حالتي، ما كنعاودش نفكر فيه وما كنعاودش نعمر راسي به، وما كنبكي عليه ما كنحزن عليه، كناخذه كانه درس تعلمته. بوان فينال، دموعي غاليين اللي غادا نطيحهم على قبل شي حد ما كيستاهلش. وصلنا لنهايه لا فيديو. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبك ونكون خفيف ظريف على قلبك. كنتمنى دير بعض النقاط وتراجع لي كومونتير وتعطيني الراي ديالك من خلال التصرفات الا درتيهم. السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد. معكم ساميه لايف.